الحاجات اللي هنحتاجها يا بنات هو اطار قطره 30 سنتي، ومراية برضو بنفس المقاس، والخيط المكرمية المحلول. هتجيبي مازورة وهتقيسي عليها الخيط ده 4 وحدات طولها 95 سنتي بالشكل ده، وهنخلي جنب منهم 40 وجنب منهم 55، هيكونوا بالشكل ده. هنسحب بقى واحدة واحدة عشان نشتغل، وهنركن الباقي زي ما هو كده على جنب. الخيط القصير هيكون من جوه والخيط الطويل من بره. هناخد واحدة تانية وهنشتغل بنفس الطريقة، والخيط القصير هيكون مقابل للخيط القصير. هنبدأ نعمل 9 عقد.
هنكرر الخطوة دي هنا، هنكررها كمان مرة. هنضم القطعتين على بعض، قصيت جنب واحاول ان انا اظبط النص التاني ان هو يكون قده بالظبط. ولما تيجي تقصي اول قصه خلي فيه مسافه، يعني بحيث ان هي لو ما ظبطتش معاكي تظبط المره الجايه. وتبداي تسرحي تاني وتشوفي.
طبعا هو هيحتاج ان احنا نسرحه كتير جدا لان الخيط اصلا كان مبروم، محلول بس كان مبروم. وهيحتاج منك فرشة ارفع من دي، بس للأسف انا مش عندي. بعد ما بتقصي الشراشيب بيبقوا بالشكل ده. طبعا هم عايزين مقص يكون شبه جديد، ما بيتقصش فيه حاجة تانية غير قماش، فانا المقص اللي كان معايا مش احسن حاجة يعني. ده بيكون شكلها. انا عملت طبعا النص بالظبط، اشتغلت النص يعني 10 وحدات من الشكل ده. الجزء اللي فاضي هشتغل عليه بخيط المكرمية البني بالشريط كده، هلفه كأني بغلفها بالظبط. وعلشان ما تاخدش مني كمية خيط كبيرة فصلت الفتلة الواحدة على 2. وهبدأ اجيب الشمع وهبدأ ألزق من الظهر، وهبدأ ابرم بالشكل ده لحد ما اخلص السطر كله. هقلب الشغل طبعا. لحد ما نخلص لنهاية الاطار. كده انا خلصت الدوران كله. دلوقتي يا بنات هجيب شريط زي ده وهعمل اخره عقدة. وقبل ما تقصي الشريط طبعا هتجربي الطول بتاعه هيبقى عامل ازاي. انا شايفه ان هو الطول بالنسبه لي مناسب. وهنعمل اخره عقده، وهتشوفي بقى انتي هتحطي العقده دي فين. يعني انا هخلي الشغل بتاعي بالشكل ده زي الهلال كده، وهحط العقده هنا. بعد ما وسعنا المكان هنحط العقده بتاعتنا بالمنظر ده، وهنعدي الخيط اللي ورا من العقده. هنا يا بنات انا عملت 2 مش واحدة، عملتهم جنب بعض علشان خاطر توزن لي المراية، لان طبعا احنا مشتغلين مكرمية من جنب وجنب لا. تمام، هتعملي تعليقتين مش واحدة. الشراشيب يا بنات عشان تثبت معاكم بالشكل اللي انتوا عاملينه، هتجيبوا بخاخة وفيها هتملوها مية وتدوبوا فيها معلقة من غير الخشب الابيض. النوع ده كويس علشان خاطر يثبت شكل الشراشيب. بعد كده طبعا بنقلب الشغل بتاعنا علشان خاطر نلزق المرايه. طبعا قبل ما تلزقيها تتاكدي ان انت مسحاها كويس جدا. هبدا احط الشمع على الدايره بشكل كامل. وهنشوف المرايه طبعا، هنستنى بس تنشف ثانيه. بعد كده يا بنات هنجيب غيره ونحط فيه ميه. الحبه دول كلهم عليهم معلقه من الغيره. لحظه، هتبداي ان انت ترشي وتسرحي تاني. لحظه حبيبي. بالطريقه دي انت هتخلي الشعر ما يتحركش وثابت، وفي نفس الوقت هيديكي الشكل ان هو ناعم. وكمان بعد ما ينشف تقدري ان انت تقصيه بأريحية اكتر وهتتحكمي فيه اكتر. بالشكل ده يا بنات، وهتسيبيهم ينشفوا. انا هعلقها بالهوك ده، بيكون فيه دبل فيس من ورا. طبعا انا عارفه المكان الطول اللي هيناسبني، فهلزق الهوك كده
وخدوا بالكم ان ده قوي جدا. مش عارفه انا ازاي مصورت. هو قوي جدا يعني، لو اتلزق مش هيتشال تاني، ولو اتشال مش هيلزق مره تانية. تلزقيه بتسيبيه شويه علشان خاطر يتماسك الاول، علشان خاطر لو حطيتي المرايه ممكن يقع. ده الشكل النهائي بعد القص. وحطيت فيها عقد نور كده علشان خاطر يدي شكل جمالي اكتر. هنجربه دلوقتي مع بعض. ده شكلها، بس هي طبعا على الواقع الاضاءة مش عالية اوفر قوي كده، الاضاءة هادية جدا. ده شكلها وهي النور مطفي، بس طبعا ما كانش واضح قوي زي كده. واللمبة المفروض ان الاضاءة ثابتة ورا، مش عارفة ليه في الفيديو بتتحرك بتنور وتطفي. مش عارفة ليه. بس تمام، هو ده الشكل النهائي بتاعي، ويا رب تكون عجبتكم وتكون الخطوات سهلة وواضحة وبسيطة.